بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير كده وفي احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم ان شاء الله. احنا النهاردة معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو بننزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك. احنا النهارده معانا يوم جديد كده وروتين جديد. هنعمل الفطار بتاعنا، هنعمل هي عزومة كده حلوة بفرخة، يعني هي فرخة ونص، يعني تعتبر فرخة ونص كده. هنعمل بوم عزومة مفتخرة جدا جدا جدا. عزومة حلوة تكفي أفراد كتير. فنشوف كده احنا هنعمل ايه الأول. أنا جبت طماطميتين وجبت بصلاية وجبت فلفلاية حلوة وفلفلاية حراقة، وهبدأ أحطهم كده في الخلاط وأروح أحط عليهم حبة مية عشان أمشي الخلاط. هفرمهم كده فرمه ناعمه قوي قوي، يبقوا ناعمين خالص. ومن غير ما اصفيهم ولا حاجه. هروح جايبه بقى صينيه، طبعا انتوا عرفتوا ان احنا هنعمل الفراخ المشويه. هروح نازله كده الخليط اللي عملناه، واروح نازله بقى عليه بالتوابل. حطيت حبه خل وحبه زيت وحبه دبس الرمان، يعني حبه كده من دبس الرمان، وحبه من معلقه عسل اسود، وملح طبعا، وبهارات لو عندك بهارات فراخ حطي او بهارات مشاوي حطي. وطبعا الملح والكزبره. حطي التوابل اللي عندك، يعني مش هقولك لازم تحطي ده او ده ما ينفعش، او الطبق الفراخ ما تبقاش حلوه لو ما حطيناش كذا، لا خالص. ايه اللي موجود عندك ومتاح عندك حطيه. لان اصلا الفراخ المشويه يعني الشوي نفسه بيدي طعم واضافه للفراخ. فاللي انتوا شايفينها دي معلقه عسل اسود بتبقى حلوه قوي مع الشوي وبتدي لون حلو وطعم كمان. وطبعا معلقه دبس الرمان. كل الخليط ده هبدا اروح مقلباه مع بعضه، ادوبه كويس قوي على ان كل التوابل والخليط اللي احنا عملناه في الخلاط كل ده يبقى يندمج كده مع بعضه. وبعد كده هروح جايبه الفراخ زي ما انتم شايفين، وهبدا اديها تشريحات كده زي ما انتم شايفين. الدبوس هديله تشريحه، الصدر، الورك. دي فرخه انا مقطعاها يعني كام قطعه؟ حوالي 10 قطع. لان الصدر قطعته 3، اللي هو الربع وبس، الربع الصدر قطعته 3، والورك قطعته حتتين. ف قطعت الفرخة على 10 قطع، يعني تكفي عزومة وقطع حلوة كمان زي ما انتم شايفين. مع حاجات تانية هنشوف الفيديو للآخر. فقلت لكم ان هي عزومة حلوة قوي. يعني دي فرخة اللي هي صينية المشويات، دي فرخة مع الرقبة بتاعت النص التاني. يعني النص التاني انا خدت منه الصدرين وجبت الرقبه حطيتها كده مايل فين مع صينيه الفراخ دي. اهي. بعد بقى ما تبلناها كده ونبدا ندعكها بقى في كل التتبيله اللي معانا دي. وبعدين هنسيبها كده لما نحطها في الفريزر، في التلاجة مش في الفريزر، لا في التلاجة. لان انا كنت بعمل الشغل ده الظهر، واحنا طبعا هنبدا نشوي بعد العصر. دولت بقى الصدرين اللي انا قطعتهم زي ما قلت لكم، والرقبه حطيناها مع الفراخ. فالصدرين دولت هروح عاملاهم شيش طاووق. هقطعهم كده مكعبات صغيره وهسيبهم كده لحد ما ما نعمل التتبيله. دي بقى كوبايه زبادي هاخد نصها. الزبادي بيبقى حلو قوي مع الفراخ الشيش، بيخليها تديها طريه كده وبتبقى طعمها حلو. فزي ما انتم شايفين حطيت بقى نص كوبايه الزبادي، وحطيت حبه مستردة، حوالي معلقه من المستردة، وحطيت برضو بهارات مشكله، وحطيت رشه فلفل اسود، ورشه صغيره من الكاري، ورشه صغيره من الكركم، وحبه خل طبعا، وحبه زيت. كل دولت حطيتهم. وهبدا بقى اروح يعني ادوبهم كويس قوي. ما تنسيش برضو تحط رشه الخل. بتسوي الفراخ معاكي، وبرضو بتبقى حلوه في التتبيله. ما بتاخدش وقت اصلا الفراخ الشيش دي، ما بتاخدش وقت خالص لانها قطع صغيره وبتستوي. يعني لو حطيتها بس في فرن البوتاجاز تحت الشوايه بتشوي وبتبقى زي الفل مع الخضار بقى. فزي ما قلت لكم هي النهارده عزومه حلوه قوي قوي بالفرخه ونص. وطبعا الدنيا غلا وكل ده، بس احنا في شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل بيوتكم كلها عمار. يعني العزايم دي من اساسيات رمضان، ان الناس بتتجمع وتقعد قاعده حلوه وتاكل اكله حلوه. فبرضو رغم الغلا اللي احنا فيه، الا ان احنا بنعمل برضو اللي يعني ايه على قدنا، على قد المتاح. وبنحاول برضو ان احنا يعني ايه نقتصد على قد ما نقدر، يعني نوفر على قد ما نقدر، ما بنعملش اصناف كتير ولا حاجه. يعني هو صنف واحد ممكن نعمل منه كذا وصف.
لكن ان احنا بقى نكتر بقى لحمه وفراخ وبط وكده لا. يعني ما زي ما قلت لكم هي فرخه ونص، عملت منهم اكلتين حلوين قوي مع السلطات مع العصير ومع الرز. واليوم بيعدي وربنا يجعل الخير كله عندكم ان شاء الله. فبعد بقى ما قلبت التتبيله دي كلها، بروح حاطه قطع الفراخ زي ما انتم شايفين، وبقلبها كويس قوي قوي قوي، اقعد اقلبها شويه كتار كده لحد ما تاخد من طعم التوابل، والتوابل تبقى يعني مغطيه كل قطع الفراخ. بعد كده بروح واخده بقى الفراخ دي مع الفراخ تتبيله الفراخ المشويه، وبروح حطاهم في التلاجة. انا دلوقتي خلاص بعد العصر هبدأ بقى اعمل الشيش. زي ما انتم شايفين انا جبت طماطميتين قطعتهم وفلفلتين بصلتين برضو صغيرين كده، بقطع كل دول مكعبات، لان انا بحط مثلا شريحة بصل شريحة فلفل وشريحة طماطم وقطعة من الفراخ. العود الشيش ده هو طويل، بس انا كنت قصيته يعني كده، خليته يبقى قصير شويه علشان يا دوب احط فيه 3 قطع، لان العود الطويل بياخد كتير، فانا يعني عايزينه يدي كميه كويسه فروحت مقصراه. فكل سيخ بيبقى فيه 3 قطع من الفراخ وشويه الخضار. دلوقتي بقى جبت صينيه بقى وهبدا ارص فيها كده قطع الفراخ زي ما انتم شايفين، وهروح احطها بقى فين في الفرن كان شغال بحطها. دلوقتي بقى هاجي طبعا كان عندي حبه شوربه كنت حطاهم في التلاجة يعني، وحتى كنت حطاهم من تحت مش في الفريزر ولا حاجه، فقلت بقى اعمل ايه طبق شوربه حلو كده. فرحت جايبه حله وحطيت فيها حبه زيت صغيرين، ورحت نازله بحبه لسان العصفور. هعمل شوربه لسان عصفور وبعدين هحمرهم، وبروح نازله بالشوربه زي ما انتم شايفين. بنزل بنص الشوربه الاول على ما تبدا تاخد غلوه، بطفي واسيب كده لسان العصفور بقى يستوي كده في البخار بقى وفي الشوربه السخنه. وبعد كده بقى ما باجي قبل الفطار بقى اسخنها، بروح مزوده بقيه الشوربه. كده خلاص خلصت الشوربه وطفينا عليها، حطيتها على جنب. وهنبدا بقى نعمل حبه رز، هنعمل حبه رز حلوين حلاوه، يعني يتاكلوا من غير اي غموس ومن غير اي حاجه. فزي ما انتم شايفين انا جبت حله برضو وحطيت فيها حبه زيت، ورحت جايبه بصلايه متوسطه ورحت مقطعاها قطع زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اديها تشويحه. انا ما بحمرهاش ولا حتى بصفرها، انا بس بطلع ريحه البصل منها وبشوحها تشويحه كويسه، لكن انا ما بحمرهاش ولا بصفرها. وبعد بقى ما بشوحها بكون بشرة جزرية كده حلوة، مبشرة كده البشر الناعم ده، وبروح نازلة برضو مشوحاها في البصل. وبروح نازلة بقى بعد ما اشوحها كده تشويحة حلوة وتبدأ تطلع الريحة والطعم بتاعها الجزرية مع البصل، كل ده بشوحه. وبروح نازلة بقى بالتوابل، بروح نازلة بمعلقتين من الكركم وبمعلقتين من الكاري ومعلقة من البهارات المشكلة. وكل البهارات دي بروح اديها تشويحة كده واقعد اقلبها كده لحد ما الكاري والكركم والبهارات كل ده يطلع الريحة بتاعته والنكهة. بعد كده بروح نازله بالرز. بس اهم حاجه انك تشوحي الحاجات دي كلها اللي هي البصله والجزر والتوابل اللي هي الكاري والكركم والبهارات وطبعا تظبطي الملح. فتشوحيه، لان كل لما بتشوحيه كل لما الرز هيطلع معاكي احلى واطعم بكتير. بس اهم حاجه ايدك تكون فيه علشان ما فيش حاجه ما يتحرقش منك ولا حاجه، او الجزر بياخد لون بسرعه عشان بيتكرمل لان فيه نسبه سكر فتلاقيه بيتكرمل على طول. زي ما انتم شايفين المقطع ده يعني تطول كده ان انا كنت بشوحه كويس قوي، قلت لكم علشان كل ما تشوحي كل ما الطعم يطلع في الرز. بعد كده بروح نازله بقى بالرز واديله بقى تقليبه حلوه قوي واظبط كميه الميه بتاعته. بس قللي كميه الميه شويه عشان يبقى مفلفل معاكي وما يبقاش معجن ولا حاجه. وبعد كده بروح سايباه بقى على النار وهدى عليه خالص لحد ما يستوي معانا ويبقى يعني يستوي ويبقى طعمه حلو ويبقى خلاص. زي ما انتم شايفين انا بقلبه، يعني اهم حاجه انك تقلبيه علشان ما يبقاش اللون في مكان تقيل ومكان خفيف، فلازم ياخد تقليبه كويسه قوي قوي. اه شوفوا شكله عامل ازاي في المرحله دي، اصلا الريحه بتبقى حلوه قوي قوي قوي. وبعد كده بنروح عاملين على العصير والسلطه ونجهز المخلل وعامله سلطه الطحينه كمان. كده خلاص احنا بنغرف اهو. جبت صينيه بقى وهنعمل بقى صينيه حلوه كده، صينيه عزايم فعلا، تبقى الضيف كده قاعد مبهور بالصينيه وبشكلها والعين بتاكل قبل البق.
ايوه زي ما انتوا شايفين انا نزلت بالرز بقى، فردته خالص في الصينيه، وهبدا بقى احط عيدان الشيش. شوفوا شكلها عامل ازاي، وطعمها طبعا حلو قوي. وهروح موزعها على الصينيه، وبروح حاطه برضو قطع الفراخ كده. وعايزه بقى تعملي اطباق صغيره اعملي، اطباق كبيره براحتك، اللي هيفيضها يتقدم كله على على الاكل، كله في وقت واحد. اهو زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي يعني، بقى مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، حاجة كده تشرفك قدام ضيوفك. ده كان الفيديو.